الحقيقة أنا خدت 10 جلسات، عملوا معايا فرقوا معايا كتير. أول حاجة حسيت بيها التحسن، كان عندي مشاكل في القولون. حصل إن المشاكل دي اللي هي كانت إمساك شديد أو صعوبة في الإخراج أو انتفاخات، كل ده راح. الجسم عموما كله حسينا فيه بنشاط مختلف. التنميل اللي كان في العضلات او الخدلان اللي كان في العضلات انتهى. كان في صباع الرجل الكبير او مشط الرجل عموما كان فيه زي التهابات والام من السكر. بفضل الله وبفضل الجلسات انتهت او اتحسنت كتير. كان في مشاكل في النظر ابتدت تتحسن مع ثبات مستوى السكر. هو عموما بيعمل نشاط عام في الجسم وتجديد في نشاط كل الاجهزه الجسم. كان معنا يعني فيه كسل في الجسم بصفه عامه، في الركب او في يعني ظهر الواحد، يعني الفقرات الاخيره من الظهر كان الواحد بيعاني منها، من يعني صعوبه انك تقف على حيلك وانت نايم وكده. لكن الحمد لله النهارده بعد الجلسات اللي احنا خدناها اصبحت يعني في تحسن كبير الحمد لله. بتعمل لنا كل جلسه اختبار سكر عشوائي او بعد الجلسه كده، فبدات يعني منتظمه لغايه النهارده الحمد لله. نسب بتقل، نسب 91 94 107 101 98. كان في مشاكل في الجهاز الهضمي قلت لي. كان في القولون حضرتك، كان في ارتباك جامد جدا في القولون. فالحمد لله النهارده ما فيش اي وكان فيه ما فيش يعني حاجه في القولون الحمد لله. وكان في حضرتك يعني التباين والتفاوت في عمليه يعني مره اسهال مره امساك. لكن حاليا الحمد لله العمليه منتظمه، ما فيش الحاجات دي، نحمد ربنا الحمد لله. عمليه النظر طبعا يعني كانت انا عندي مشكله ان ضغط العين مرتفع، لكن الحمد لله النهارده بتابع مع دكتوره العيون. يعني يكاد يكون ضغط العين الى حد كبير جدا انتظم. انا بعاني من القولون التقرحي من 14 سنه، وانا باخد علاج كورتيزون، والمره اللي في الاخرانيه ديت ما استجبتش للكورتيزون نهائي، فسمعت عن الاكسجين النشط. اخدت اول جلسه بسم الله ما شاء الله ووصلت النتيجه 100%. تاني جلسه حسيت ان انا مش كويس، فرجعت الجلسه الثالثه وصلت لدرجه حوالي 80% تحسن.